البريد الإلكتروني، الرد على رسائل البريد الإلكتروني. هنتعلم النهاردة بإذن الله إزاي نقدر نرد على رسائل البريد الإلكتروني. بسم الله الرحمن الرحيم. لما بيجيلنا بريد إلكتروني بنلاقي في الشاشة بتاعتنا إن أنا استلمت رسالة من فلان أو علان أو ما إلى ذلك. وهنا بنلاقي في الجزء الخاص بالريسبوند إزاي تقدر ترد بريبلاي أو بريبلاي تو أول أو بفورورد أو بميتنج أو بمور، اللي هي هتحتوي على forward as attachment. طيب أنا في الغالب لما ببعت رسالة هبعت رسالة من test @WAN link، وهنا هقول هودي على test 2 وهحط CC عندي هقول test 3 @WAN link egypt.com، والسبجكت هنقول ان ده first test. وهقول له send. معنى كده ان انا ببعت رسالة من تيست لتيست 2 وبحط السي سي تيست 3، يعني بعت لطرفين، تيست 1 من تيست ببعت لتيست 2 وببعت لتيست 3. 2 والسي سي الفرق بينه احنا كنا قلناه زمان قبل كده، ان التيست هو الشخص المعني او البريد المعني بالموضوع. تيست 2 للعلم، على سبيل المثال لما ببعت لإدارة التسويق واقول لهم ان انا محتاج ان انتوا تزودوا المبيعات 1 2 3 او الكوارتر الجاي يكون القيمة بتاعته 1 2 3، فببعت للإدارة وببعت للجي ام او الجنرال مانجر بقول له ان انا بعت الكلام ده بمعلوميتك، وبقول send. الرسالة دي لما بتروح بنلاقيه على طول في عندي أصبح أكتر من طريقة للرد، وهنا لما باجي أقول إن أنا هرد على رسالة برد إما بريبلاي أو بريبلاي تو أول، وفي فروق بينهم. لما أجي أقول ريبلاي بقول ريبلاي على الشخص المعني فقط. يعني في الحالة دي بقى الجي ام مش هيوصله الرد، يبقى الريبلاي هو ريبلاي للشخص المعني فقط. طيب هاجي اقول له لا اعمل لي ريبلاي تو اول، هل في الحالة دي هيرد على مين؟ هيرد على الشخص المعني. الرسالة جت عندي اهي، هقول له ريبلاي، هيرد على الشخص المعني، لكن هديسكارد الاول دي. لما اجي اقول له بقى ريبلاي تو اول، بص الرسالة راحت لمين؟ راحت لده ولده، لتيست وتيست 2، راحت لتيست وتيست 2، لان هي في الاساس كانت طالعه لي من تيست. طيب الحالة دي لما هرد هقول له ثانك يو مثلا، وهقول له send. لكن في بعض الأحيان لما باجي أكريت المسج بقول له أنا حابب الأول أكريت المسج دي من بره الأوتلوك، هطلع على الجيميل وهقول له إن أنا هكمبوز مسج، وهقول له روح على تيست هنا بشوف في سي سي، هقول له ابعت لي الرسالة دي على الميل @yahoo. لكن في الحالة دي لما بحتاج ابعت في عندي حاجة اسمها PCC، يبقى انا قلت في ال2 تيست @WAN link، في السي سي ياسر @yahoo، لكن ممكن احط PCC. في البي سي سي هقول له حط لي مثلا تيست 2 @WAN
linkegypt.com. الرسالة هتروح لتيست، خلي بالكم كويس قوي من الجملة دي، ورسالة فيها PCC P-Lined Copy Carbon، نسخة غير مرئية إلا للي رايحة له فقط. يعني أنا لو جاي لي أنا الميل وأنا في CC أنا مش هشوف PCC، ولو جالي أنا الميل وأنا في ال2 مش هشوف برضو PCC. وهكتب السبجكت بتاعها PCC وهقول له send. هرجع تاني للأوتلوك وهشوف الرسالة جات لي شكلها عامل ايه. لحد ما الرسالة توصل احنا محتاجين نرد على to و CC. طيب لو رسالة جت وفيها PCC، لما الرسالة بتيجي وهيكون فيها ال PCC، في الحالة دي ايه اللي بيحصل؟ الرسالة جت، لو قلت له reply هيريبلاي على مين؟ على الشخص الأولاني فقط، هديسكارد. لما هقول له reply to all هيرد على الاتنين الأولانيين اللي في ال2 والسي سي. طب والبي سي سي اسمه لا يذكر، يبقى أنا لما أجي أرد على ال reply to all هيرد على كل الأدريسز بتاعته في ال2 في السي سي. طب البي سي سي اللي عندي ما بيتردش عليه، البي سي سي عندي لأن هو بالنسبة لي الكمبيوتر شخص غير معلوم. طيب ده بالنسبة لل2 والسي سي. والريبلاي في عندي حاجة اسمها فورورد، جالي الميل وعايز ابعته لطرف ما كانش موجود لا في ال2 ولا سي سي ولا البي سي سي، لا في ال2 ولا في السي سي ولا في البي سي سي، هبعته لاي طرف. في الحالة دي بيروح الرسالة بالشكل دوت وبتروح له هو لوحده، بتروح له هو لوحده. لكن الرسالة بتكون مفرودة قدامنا، لكن في بعض الأحيان بحتاج إن الرسالة تروح له as attachment مقفولة، فبقول له اعمل لي ده forward as attachment. خد الرسالة كلها مقفولة وأقدر أبعتها لطرف ثالث رابع خامس، مقفولة كل السبجكت بكل الموضوع بكل الكونتاكت اللي موجودة جواها. هيتبقى عندنا في الجزئية دي الجزئية الخاصة بالميتنج، ودي هنعمل لها حلقة ليها لوحدها، هتفيدنا لما بنيجي نحدد ميتنج وفي بعض الأشخاص والميتنج ده متحدد سواء يوم أو 2 أو 3 أو زي ما هنشوف في الشرح بعد كده. دي كانت حلقتنا النهاردة، أرجو إن احنا نكون استفدنا. اتشرفت بحضراتكم ودمتم في أمان الله.